يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. حلقة النهاردة هنتكلم فيها بشكل حصري عن كل افلام عيد الفطر اللي هتكون معانا في 2023، واللي على الرغم من ضعف السنين اللي فاتت في السينما، لكن السنة دي هنشوف انتاج ضخم جدا في عالم الافلام. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ كلامنا بأول فيلم في قائمتنا النهاردة، واللي هيكون فيلم يوم 13 من بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وأحمد زاهر وشريف منير. بتدور أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة والتشويق عن عز الدين اللي بيرجع لمصر بعد غياب 25 سنة، وبيسعى إنه يبيع القصر اللي ورثه عن أبوه، ولكن كل حاجة بتتغير لما بيكتشف إن القصر مسكون بالأرواح، واللي هتاخد أبطالنا في رحلة مرعبة ومثيرة في اكتشاف خبايا القصر وايه اللي وصله انه يبقى بالسوداوية دي. الفيلم هيكون اول فيلم عربي وروائي بيتعرض بتقنية ال3D، وهيكون من اخراج وتأليف وائل عبد الله. الفيلم رقم 2 معانا في قائمتنا هيكون فيلم ابن الحاج احمد من بطولة شيكو ورحمة احمد وسيد رجب. قصة الفيلم هتكون في اطار من الكوميديا عن احمد الشهير باسم شلتة، اللي بيشتغل مع والده في محل البقالة وبيوصل الطلبات للزباين، ومع الاحداث بتحصل له مواقف كوميديه، خصوصا انه هيكتشف ان ابوه عميل سري سابق وفي منظمه كبيره جدا بتحاول القضاء عليه. وطبعا بيقرر شلتة انه ينقذ ابوه ويحاول انه يخرجه من كل المشاكل اللي بيتحط فيها خلال احداث الفيلم. الفيلم فكره عمرو سلامه ومن تأليف احمد محي ومن اخراج معتز التوني. الفيلم رقم 3 في قائمتنا هيكون فيلم هارلي من بطوله محمد رمضان ومي عمر واحمد داش ومحمود حميدة. قصة الفيلم هتحكي لنا عن محمد هاشم، مهندس الميكانيكا الملقب بهارلي اسطورة الاسفلت، عاشق ومحترف سواقة الموتوسيكلات، اللي بيرجع من الخليج مع عيلته عشان يكمل دراسته في مصر. ومع الاحداث وبسبب ذكائه وسرعته في الشغل والظروف الصعبة جدا اللي بيتحط فيها، هيشتغل مع العصابات وهيبقى من اقوى افراد العصابة والمطلوب جدا بسبب تميزه، وخصوصا انه هيفضل في الصعود لحد ما يوصل انه يبقى الدراع اليمين لزعيم العصابة. الفيلم من اخراج محمد سمير ومن تأليف محمد سامي. الفيلم رقم 4 معانا هيكون فيلم رمسيس باريس من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت ومصطفى خاطر. بتدور قصة الفيلم في اطار من الكوميديا عن مجموعة مصريين بيسافروا من رمسيس لباريس في رحلة مليانة بالاحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية بتحصل لهم خلال رحلتهم عامة، واللي هتوصل لأقصى درجاتها لما هيقرروا انهم يعملوا تشكيل عصابي عشان يسرقوا لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرين، وازاي هيقدروا انهم يخططوا ويتعاملوا مع كل الصعوبات اللي هتقابلهم في رحلتهم. الفيلم من اخراج احمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير. الفيلم رقم 5 في قائمتنا هيكون فيلم 5 جولات من بطولة ادم الشرقاوي ونور خالد وماجد المصري وداليا شوقي. قصتنا هتاخدنا في رحلة طويلة مليانة بالتحديات والمباريات عن شاب بيعشق الملاكمة بيتعرض لصعوبات في حياته وفي طريقه لحلمه، واللي كمان هتاخدنا في رحلة نجاح وصعود الراب والاندر جراوند في مصر وتأثيره على الشباب وفترات المراهقة اللي بتمر بالتردد والضعف اللي في حياتهم عامة. الفيلم من أقوى الأفلام الملحمية والدرامية اللي هتكون معانا في أفلام العيد السنة دي، وهيكون من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج مازن أشرف. الفيلم رقم 6 معانا هيكون فيلم بعد الشر من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين وأسقس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل. بتدور قصة الفيلم عن سولي اللي بيهرب من مراته فرح وبيدخل في علاقة عاطفية تانية مع مريم اللي ما بيقدرش انه يتجوزها بسبب تعويذة سحرية، ومن هنا بيقع في مواقف وحوارات كوميدية
شوية مع صاحبه مشمش اللي بيحاولوا بكل الطرق انهم يفكوا اللعنة ويعيشوا حياة طبيعية بعيدا عن كل الصعوبات اللي بيواجهوها في حياتهم العاطفية والعملية. الفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف أمين جمال. الفيلم رقم 7 في قائمتنا هيكون فيلم مستر إكس من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور ورحاب الجمل ومحمود حافظ. هتاخدنا قصة الفيلم عن اقتباس من الفيلم الشهير أخطر رجل في العالم للراحل فؤاد المهندس، في إطار من الكوميديا والإثارة عن رئيس عصابة عنده شركة بيساعد الرجالة إنهم يطلقوا زوجاتهم ويحافظوا على كل حقوقهم، واللي بيعملوا تنظيم وخطط عبقرية جدا لمساعدة الرجالة. وبالصدفة هيتقابل مع المحامية هنا الزاهد اللي هتتكون ما بينهم قصة حب، وفي السياق ده هتكمل أحداث قصتنا. الفيلم من إخراج وتأليف أحمد عبد الوهاب. الفيلم رقم 8 معانا هيكون فيلم ساعة إجابة من بطولة غادة عادل وشريف سلامة وسوسن بدر وأيتن عامر ونجلاء بدر والطفل سليم مصطفى، اللي هتتمحور قصة الفيلم عليه لما بيحصل خلاف بينه وبين أبوه وأمه، وبعدها بيتمنى إنه يبقى عنده أب وأم مختلفين، وفعلا بتتحقق أمنيته وبيلاقي نفسه مرة واحدة في بيت جديد مع كل مرة بيتمنى فيها أمنية مختلفة. ومن هنا بيبدأ مغامرته والتحديات اللي هيواجهها في العالم الجديد اللي في خياله. الفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف ومن تأليف أحمد شيكو. الفيلم رقم 9 في قائمتنا هيكون فيلم رهبة من بطولة أحمد الفيشاوي ومحمد لطفي ونسرين أمين ومحمد البزاوي. قصة الفيلم هتكون في أجواء شعبية ومختلفة في إطار خفيف وساخر عن المعلم سيد رهبة اللي بيخاف منه كل أهل منطقته، في أجواء من العصابات والبلطجة اللي بتتقدم بشكل كوميدي. بيدخل بطلنا في تحديات ومغامرات وقصة حب بنت منطقته اللي بيحاول بكل الطرق إنه يوصل لها، ولكن كل حاجة بتتقلب ضده في لون درامي مختلف ما قدموش الفيشاوي قبل كده. الفيلم من إخراج رضا عبد الرازق ومن تأليف محمد علام. الفيلم العاشر والأخير في قائمتنا هيكون فيلم جون ويك الجزء الرابع من بطولة كيانو ريفز ودوني ين ولورانس فيشبرن وناتاليا تينا. الفيلم ده يعتبر الوحيد الأجنبي في قائمتنا واللي بيكمل مسيرة الأجزاء اللي فاتت بعد ما بيكتشف جون ويك طريقة إنه يقضي على المجلس الأعلى ويرجع حريته من تاني بعد ما كان من أكتر الناس المطلوب اغتيالها في العالم. ومع الأحداث بيلاقي نفسه في مواجهة عدو جديد وقوي جدا بيجبره إنه يشك في كل اللي حواليه حتى أقرب أصحابه. الفيلم يعتبر من أقوى أفلام الأكشن في التاريخ واللي كان لازم يبقى موجود في قائمتنا لأنه هيتم عرضه لأول مرة في أول يوم العيد مع الأفلام اللي موجودة في قائمتنا. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالأفلام اللي قررت تتفرج عليها في السينما، أو إيه الأفلام اللي أنت متحمس لها عامة لو أنت من هواة الفرجة في البيت. وقبل نهاية الحلقة يا ريت لو تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.